حلاوة طشتها على سنجنتها، وهو ده بقى غدا الخميس النهارده. حلاوة كده الأكل الشعبي بتاعنا، وهو في قلب الأطباق كده حاجة والله تأكل بدون لحمة ولا فراخ، وحاجة كده إيه بقى قمر على الآخر. الأكل الشعبي الوحيد اللي ممكن تنسي نفسك قدامه وما تعديش بقى العيش. ايوه تعالوا بقى بينا كده. طلعت بقى ايه بطاطس، على كام قرن فلفل رومي، على كام بتنجانيه كده في قلب التلاجة، على حزمه بقدونس، وقلت بقى يا بنت يا ليلى اول اوان القرنبيط، فلازم تاكلي قرنبيط. ايوه لازم تاكلي قرنبيط. القرنبيط والبتنجان ده بقى لهم 3 ايام في التلاجة من ساعه ما بعت جبتهم وهم في التلاجة. ايوه تعالي بقى قطعنا القرنبيطه كده وحطيت كله بقى في قلب طبق كبير، ومسكتهم تحت الحنفيه غسلتهم. وتعالي بقى نسلق القرنبيط. حطيت ميه بتغلي، حطيت فيها شويه كمون، ما بحطش ملح الا لما تشوفوا دلوقتي. اهم حاجه هنزل بقى بشويه الحليب او اللبن زي ما بتقولوا، هو الحليب ماشي. حطيت كمون علشان المعده وكده، وحطيت شويه الحليب، وسبت بقى القرنبيط ايه يستوي كده. وهتشوفوا دلوقتي هحط الملح ليه امتى. تعالوا بقى البطاطس بتاعتنا بعد ما غسلتها غسله متينه، وغسلتها كمان بالفرشه ونضفتها بقشرها زي ما هو كده، تقطعي زي ما انا بقطعها كده بالظبط. الواحده على 8. ايوه الواحده على 8 قطع. اللهم بارك. وتعالي بعد ما قطعتها تعالي نشوف بقى ايه القرنبيط بتاعنا دخل في السوا. هديله بقى الملح بتاعه. ليه اجلت الملح؟ اجلت الملح علشان ما ياخدش وقت في السوا. ايوه خديها مني نصيحه. البطاطس حطيتها في حله ونزلت بقى بميه بالكاتل سخنتها جامد، وهحط بقى البطاطس دي على النار. بصوا دقيقه واحده فقط. عصرت كده ليمونه وحطيت معلقه ملح، وهسيبها تاخد وتدي دقيقه بالظبط، وبعد كده هطفي عليها. مش هكتر، مش عايزاها تتسلق قوي. تمام. تعالي بقى البتنجان بتاعنا هقشره، وانا بحب اقشره زجزاج زي ما انتم شايفين كده، يعني قشره وحته كده زي ما انتم شايفين، يعني ما اعرفش اسمها ايه بس قطعتها كده. طبعا البتنجان ده ما كنتش انا اللي شاريه، انا عمري ما اجيب بتنجان ببذر قوي كده ماشي، كنت بعت حد جابهولي يعني. طيب ادي البطاطس اول ما خدت غلوه واحده كده رحت طافيه عليها وصفيتها. وتعالوا بقى في زيت غزير كده سخن خالص هنزل بالبطاطس بتاعتي تتحمر وتتقرمش وتتحرمش وتبقى عسل. الاكل الشعبي ده احلى من الفراخ واللحمه، وبصوا بياكل كده ويشبع ويمخمخ في الدماغ. الله 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 الله. تعالوا بقى طلعت البطاطس بعد ما خدت اللون الذهبي الحلو القمر ده، وترشي بقى عليها زي ما انت عايزه. هتشوفوا في الاخر انا هرش عليها ايه. بس تعالوا كده بقى ندخل بقى على ايه، على البتنجان بتاعنا. ما النهارده الاكله كان نفسي فيها من زمان، بقالي كام شهر نفسي فيها. تعالوا بقى هنزل بالبتنجان بتاعي كده يتقلي. والبتنجان يا بنات عايزه ما يشربش زيت، تكوني جايباه وبايت عندك كذا يوم عشان يدبل. او انت في السوق ما تشتري، لو عايزه تقليه في نفس اليوم ما تشتريش البتنجانه الصبحه، اشتري دايما البتنجانه البايته علشان ما تشربش زيت. اللي يخليه البتنجان يشرب زيت ان البتنجان يبقى صابح، لو بايت ما يشربش زيت ابدا ماشي. وتعالوا بقى في بوله كده نعمل العجينه بتاعه القرنبيط، وبعملها بقى بطريقه امي البلدي بتاعتنا البلدي، الطريقه البلدي. بيض وتعالي بس بعد ما حطينا هنا كده 4 بيضات من البيض البلدي، فهو صغنن خالص كده. حطيت كوبايه كبيره من الدقيق، حطيت نص كوبايه من النشا، معلقه من البيكنج باودر، وهحط معلقتين من الكركم يديله لون كده قمر قوي على الاخر. تمام. قلبت كل المكونات الجافه دي. وتعالي بقى نحط على الثوم على البيض، هنحط عليه 4 فصوص كده من الثوم. الله الله احلى شويه قرنبيط بحبه بطريقه امي قوي قوي قوي. حطيت شويه ملح وكمان شويه كمون. الله الله الله. وهضرب كل الكلام ده كده بالمضرب، وهنزل عليه بكوبايه ميه، او عايزه تضيفي لبن ضيفي لبن، انا حطيت ميه بصراحه. ونزلت بقى بالخلطه البودر اللي عملناها دي كده، اللي هي نيشه على دقيق على بيكنج باودر على كركم، وقلبت الكلام ده كله. الله الله الله. وتعالي بقى نروح نجيب البقدونس، وهو اللي على الوش ايه الابيض ده يا ليلى دي؟ لا ده شويه ملح، لقيتها دلعه حطيت لها شويه ملح. القرنبيط يا بنات بيعشق البقدونس. بصوا انا بعمل القرنبيط بكل الطرق، بعمل قرنبيط بالطماطم، وبعمل قرنبيط كمان من غير بيض. فانا بس بميل للطريقه دي، احلى طريقه فيهم لان انا بحبها قوي. تمام. هنزل بقى بالقرنبيط كده، وهنزل بيه في الزيت السخن خالص كده.
الله الله. وشمي بقى ريحه القرنبيط. نور بنتي تقول لي ماما احلى واحده تعمل قرنبيط في الدنيا كلها. اهم حاجه عشان القرنبيط بتاعك يطلع كريسبي ومقرمش ما تطلعهوش على طبق، هتطلعيه على صفايه واسعه. انا بقى بطلعه على الطبق النحاس ده، الطبق الشبكه النحاس ده انا بطلعه عليه زي ما انتوا شايفين كده، فما بيخليهوش بقى يتعرق، عشان الحاجه المقليه لو اتعرقت بتبوظ. تمام. ونعمل بقى، عملنا طشه توم كده، حمرتها ونزلت عليها بطشه الخل، وحطيتها على البتنجان الرومي المقلي بالفلفل الرومي، ونزلت على البطاطس الحلوه بتاعتنا دي بشويه بقى بابريك على شويه ملح على شويه كمون، وقطعت طماطم. وادي القرنبيط بتاعي قمر قمر والله، يتاكل حاف كده من جماله. اصحابي كانوا عندي والله بصوا بألف هنا وشفا، كانت عندي غاده وكانت عندي ميري، وبألف هنا وشفا بيحبوا من ايدي قوي. ميري بتحب من ايدي القرنبيط قوي، وغاده كانت اول مره تاكله من ايدي وعجبها جدا. والبتنجان ابو خل، الله 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 الله. هو ده الكلام يا ولو. اشوفكم في فيديو جديد، وسلام عليكم.